الأب النرجسي هو الأب الذي يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية، وهو نمط شخصية يتميز بالانغماس الشديد في الذات والحاجة الملحة للتأكيد على التفوق والانتماء والاحتكار. التعامل مع الأب النرجسي يمكن أن يكون تحديا، خاصة عندما تؤثر سلوكياته على العلاقة العاطفية والعائلية. إليك بعض النصائح للتعامل مع الأب النرجسي. أولا، التواصل بوضوح. كن صريحا واضحا في التواصل مع الأب النرجسي، وحاول تجنب اللعب النفسي أو الاستفزازات. ثانيا، الحفاظ على الحدود. حدد حدودا واضحة في العلاقة مع الأب النرجسي وتأكد من عدم تجاوزها، وابتعد عن السلوكيات الضارة. ثالثا، التعامل بلطف. حاول أن تتعامل مع الأب النرجسي بلطف ورقة، وحاول أن تفهم جوانب شخصيته التي قد تؤدي إلى سلوكياته الصعبة. رابعا، عدم التورط في الصراعات. حاول تجنب الصراعات غير المنتجة مع الأب النرجسي، وابتعد عن المواقف المثيرة للصراع. خامسا، البحث عن الدعم. قد تحتاج إلى البحث عن الدعم النفسي من خلال مشورة مختصين لمساعدتك في التعامل مع الأب النرجسي وتحسين العلاقة معه. سادسا، التفهم والصبر. حاول أن تكون متسامحا وصبورا في التعامل مع الأب النرجسي، وحاول فهم العوامل التي تؤثر على سلوكياته. من المهم أن تكون هذه النصائح إرشادات عامة، وقد يختلف التعامل مع الأب النرجسي من حالة لأخرى بناء على طبيعة العلاقة والظروف المحيطة. يجب أن تحافظ على صحتك النفسية وتركز على بناء علاقات صحية وموجهة نحو النمو الشخصي.